انت مش اسطورة جيلك وانا اسطورة كل جيل. اسأل عني هيقولك هو الكبير. اي حد شافني بيحبني ولسه ما جاش اللي يهدني. انا تاريخ ولسه بيدني. اول رد من محمد رمضان على عبد الباسط حمودة بعد تصريحاته اللي قال فيها انه الاسطورة قبل محمد رمضان. مش هتصدق عنه. ايه اغرب رد فعل خده محمد رمضان بعد ما قال الكلام ده؟ وهل يقصد الرد على عبد الباسط حمودة فعلا؟ ويا ترى نجم الاغنية الشعبية هيطلع يرد من تاني؟ وهل هتحصل ازمة بينهم ولا لا؟ الحكاية غريبة. محمد رمضان دايما بيفاجئنا، وعلشان كده تابع كل التفاصيل معايا في فيديو جديد من حكاوينا. تصريحات لقب الأسطورة عملت مشاكل كتير في الفترة اللي فاتت. واحد بيقول أنا الأسطورة ونمبر 1، والتاني شايف إن هو الأسطورة قبل منه، وكفاية إنه بيقول له يا عم. عبد الباسط حمودة قال الناس لقبتني بلقب الأسطورة قبل محمد رمضان، وهو بيحبني وما بيقوليش غير يا عم عبد الباسط. ولما بيشوفني بيفرح قوي وبيجري جري يسلم عليا، وبقول له انا الاسطوره قبل منك، وهو ما بيقدرش يقول اي حاجه. ده انا كنت بقعد في الشارع من وانا عندي 7 سنين، وكانت عيشتنا على القد قوي، وقاعدين في اوضه وصاله، وما كانش لسه في بيوت بالاسمنت. وفي مره ماجدة الصباحي قعدت في المولد لغايه ما انا خلصت غنى، وبعدها قالت لابويا ابنك هيبقى ليه مستقبل كبير. محمد رمضان نشر مقطع فيديو مصور كشف فيه عن الجناح بتاعه في الامارات، وظهر وهو بيتجول جواه وبيفتح باب الأوضة والمفتاح عليه صورته مطبوعة، وظهر مدى الفخامة والشياكة اللي موجودة في الجناح. والجمهور على السوشيال ميديا قالوا إن محمد رمضان دايما بيحب يثبت إنه نمبر 1 وإنه الأسطورة، وفي مجموعة قالوا إن رد على كلام عبد الباسط بالجناح ده علشان يثبت للجمهور إنه نمبر 1 فعلا على الساحة. طبعا الكلام ده ما عداش على محمد رمضان كده، ولما لقى الموضوع داخل في سكة ممكن تعمل له مشكلة مع عبد الباسط حمودة، قرر يقفل خاصية التعليقات ويقول ستوب، انا مش بتاع الكلام ده. محمد رمضان متعود يستعرض عربياته وفيلته للجمهور، وفي ناس بتقول ان ده علشان هو بيحب يشارك جمهوره اي حاجه حلوه بتحصل له، وناس بتقول انه استعراض لفلوسه وممتلكاته. وفي ناس اتكلمت عن تصريحات عبد الباسط حموده واللي اتكلم فيها عن معاناته اللي شافها في حياته، وقال ان محمد عبد المطلب هو اللي وداه شارع الهرم، وعلشان ما كانش معاه هدوم اشترى له 4 بدل وقمصان علشان يحضر بيهم الافراح. وبعدد شعر راسه شاف ايام وحشه وكان بينام في الشارع اللي هو شارع الهرم. كمان اتكلم عن موقف حصل بينه وبين نور الشريف لما قال له انت هتبقى حاجه كبيره، وده حصل في فيلم ارزاق يا دنيا، وكان وقتها عبد الباسط واقف بيتفرج على الاغنيه بتاعه سعيد صالح. وقتها نور الشريف قال له شفت العربيه البيجو دي؟ قال له هتمد ايدك وتسرق التسجيل اللي في العربيه وتمشي. وراح عبد الباسط حموده موطي واخد التسجيل وماشي. وبعدها نور الشريف رد وقال له هتكمل معانا. وده كان دور في الفيلم مع يسرا وشويكار، ودي كانت نقلة حقيقية لعبد الباسط في مسيرته الفنية. كمان محمود المليجي اتنبأ بنجوميته وقال عنه انه كان جاره، وكان بيقعد عند بتاع الفول ويقول له انت هتبقى نجم على فكرة. ودلوقتي قولوا لي، هل فيديو محمد رمضان يعتبر رد على تصريحات عبد الباسط حمودة ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.